ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسي يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن نادي من الانديه المنظمه جدا والانديه اللي ليها مشروع للبراعم والناشئين، وهو نادي لافيينا. نادي لافيينا من انديه الدوري الممتاز ب وحاليا في دوري المحترفين. هنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات لان في حاجه مميزه جدا هم عاملينها في الاختبارات، ودي تدل ان هم فعلا عايزين مواهب وعايزين ناس تلعب في القطاع. هنتكلم عن كل التفاصيل وهنتكلم عن القطاع وهنتكلم عن كل حاجه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه دي دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير، وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. هنتكلم النهارده عن اختبارات نادي لافيينا. نادي لافيينا من الانديه اللي ليها مشروع بتهتم بيه وعايز يعمل قطاع ناشئين قوي وعايز يعمل قطاع براعم قوي، ودايما فيهم حته الاستثمار، بس الاستثمار الايجابي. احنا دلوقتي في امر الواقع ان معظم الانديه حاليا بيعمل الف ده القطاع وب نادي استثماري. فاحنا هنتكلم عن الف لان ب كده كده في اي نادي حاليا بتروح بيطلب منك مقابل مادي ويأيدك في فرقه ب. ولو مش عارف يعني ايه فرقه ب، القائمه بتاعت اي فرقه بتبقى 60 لعيب، بالذات في البرامج بتبقى 60 لعيب، فبيقسموا القائمه لمجموعتين، مجموعه 30 لعيب ومجموعه 30 لعيب. بيخش بده دوري الف اللي هو الدوري السوبر، لو هو بيلعب في الممتاز ب. بيخش بال 30 لعيب اللي في القائمه الاولى دوري سوبر، ويخش بال 30 لعيب في القائمه الثانيه دوري منطقه، وهو ده الب. دي فرقه الب اللي بيخش بيها دوري منطقه، فبيخش بيها مقابل ان هو يأيد ال 30 لعيب دول بمقابل مادي. فاحنا هنتكلم دلوقتي على الف اللي هو دوري السوبر. النادي عامل اختبارات ان شاء الله يوم 28/7، يوم 28 في الشهر ده. الميزه في الاختبارات هو سعر الاستماره 100 جنيه، بس الميزه لو انت عديت من اول اختبار بتاخد ال 100 جنيه تاني. يعني لو انت مستواك كويس واول اختبار، او اعتقد ان في ناس كتير بتعديه، فانت هتاخد ال 100 جنيه اللي انت دفعتها تاني وهي سعر الاستماره. فده يدل ان الهدف من الاختبارات مش مادي، لا، الهدف من الاختبارات فعلا عايزين مواهب وعايزين ناس مميزه يضموها للقطاع. لو انت ما نجحتش في الاختبار طبعا خلاص يبقى ال 100 جنيه راحت عليك. ده سعر الاستماره، وده حال كل الانديه. انت كده كده ما بتاخدش ال 100 جنيه دي، بس هم عملوا ميزه ان انت لو نجحت اول اختبار تاخد ال 100 جنيه اللي انت دفعتها في سعر الاستماره. طب المواليد المطلوب من 2003 لحد 2015، من 2003 لحد 2015. الاختبارات هتبقى في منتجع الاسيوطي على طريق مصر اسيوط الغربي. 80 كيلو بالظبط من ميدان الرمايه، يعني تركب من ميدان الرمايه 80 كيلو لحد منتجع الاسيوطي. المشوار صعب شويه، المشوار بعيد. لو هتسالني هروح ولا لا، او هل هي اختبارات كويسه ولا لا، اقول لك اختبارات كويسه جدا ومن الانديه المنظمه جدا ومن الانديه اللي عندها هدف دايما ان هو يستثمر في اللعيب بحيث ان هو يقدر يبيع بعد كده، ودايما بيستثمر في النادي زي ما شفنا تجربته مع نادي الاسيوطي. عمل منظومه كويسه جدا وصعد بيها لحد الدوري الممتاز، وباع النادي لنادي بيراميدز، فقدر ان هو يكسب مبالغ ضخمه جدا اكتر من ان هو يكسبها من الاستثمار في البراعم او في الناشئين. فده من اهدافه، من الانديه المنظمه، من الانديه اللي عندها احترافيه في التعامل. فرصه كويسه، لو جات لك الفرصه ان انت تروح روح، وبالتوفيق ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. يا رب اكون استفدت. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.